وإذا كان بعض الناس اليوم يحلق لحيته ليبقى وجهه وجه شاب في اعتقاده أيها المسلمون، لقد نص أهل التحقيق من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن حلق اللحية حرام، وعلى أن إعفاءها واجب، فمن لم يقم بذلك فهو آثم عاص لا يزيده إصراره على ذلك إلا بعدا من الله ونقصا من إيمانه وخروجا عن سبيل المرسلين والمؤمنين إلى سبيل المجوس والمشركين. أيها المسلمون، وإذا كان بعض الناس اليوم يحلق لحيته ليبقى وجهه وجه شاب في اعتقاده، فإن بعض الناس يسود بياض شيبه بالصبغ الأسود لتبقى لحيته لحية شاب في اعتقاده، ولم يعلم أن أصول شعره تكشف تستره، كما قال الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. إن تسويد بياض الشيب سواء كان في اللحية أو في الرأس من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضادة لخلقة الله تعالى بالتستر عن ما أراد الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، يعني الشيب، بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.